تعالي نعمل مع بعض النهارده حبة الجلاش التحفة دي محشية كده كريمة من جوه زي القشطة حلوة قوي. شكلها شيك كده ويشرف، بدل بقى ما تعملي صينية وتقعدي تقطعيها بالشكل التقليدي العادي، لا دي كل واحد ياخد منها قطعة كده. شرفك قوي في العزومات. تعالي نبتدي اول حاجة بالشربات. انا جبت 300 جرام من السكر، حطيت عليهم 150 جرام من المية، وابتديت ان انا اقلبهم كده على نار متوسطة. هسيبهم من 10 ل 12 دقيقة تقريبا، وكل مدى كده هنزل السكر اللي بيطلع على الحواف لما الشربات بيغلي، عشان خاطر ما يسكرش معايا تاني زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده هنزل عليه بعصرة ليمونة وشوية فانيليا، وهسيبه حوالي من 5 ل7 دقايق عشان انا عايزاه يطلع تقيل جدا. لو انتي عايزاه يبقى تقله اقل من كده شوية، ممكن تسيبيه من 3 ل4 دقايق بس انا عشان عايزه الجلاش بتاعي يكون مقرمش، فانا بحب اتقله قوي. دلوقتي بقى جبت كوبايه كده، حطيت فيها معلقتين من السكر، واحط عليها كوبايه ونص من اللبن. هي الكوبايه دي بتاخد كوبايتين لبن، ف ديت يعني كوبايه ونص من اللبن بس. ودلوقتي بقى هنزل عليها كده بالنشا. انا حطيت معلقتين اتنين كده نشا، ومعلقه من الدقيق عشان خاطر تكون كده كريمي ما بتقطعش، وديت معلقه من اللبن البودره، وشعرة كده من الفانيليا، واهم اضافة معلقة من الكريم شانتيه. بتفرق جدا جدا يا جماعة. كريم شانتيه بيديلها كده قوام كريمي وبيديلها طعم حلو كمان. ودي ذرة صغيرة جدا من الملح، ونبتدي ان احنا نقلب. اوعي تكتري الملح عشان الوصفة متبص منك، هي بس ذرة صغيرة جدا. انا بحب اوزن الطعم بالملح عشان مش بحب الحاجة يكون السكر بتاعها لاذع قوي. ممكن تستغني انتي عن ذرة الملح دي لو انتي بتحبي الحاجة مسكرة كده ومدمنة سكريات. ابتديت اقلب كل دوت على البارد، وبعد كده رفعته على النار عشان ما يكلكعش معايا. كل حاجه بتكون بارده حتى اللبن. وبعد ما تدوبيها خالص تقومي جايه رافعه على النار. تبتدي بقى ان انتي تقلبي كده كويس لحد ما الدنيا تتقل معاكي ويبقى لها سمك كده زي ما انتي شايفه. وبعد كده نزلت عليها بمعلقه من الزبده. المعلقه من الزبده ديت كده هتديلها ريحه وطعم حلو جدا. امشي بس كده على الوصفه وعلى الطريقه، هتعمليها كده اجمل من بتاعه المحلات مليون مره. سبتها بقى كده. انا دلوقتي اصلا طافيه النار وانا بحط الزبده، محضره بقى السوداني ومحضره الجلاش بتاعي. وكنت لفاه في فوطه علشان خاطر فوطه نضيفه، طبعا هي اتوسخت دلوقتي من السمنه اللي نزلت عليها، بس لازم يتلف في فوطه كده علشان خاطر ما ينشفش معاكي. وجبت بقى قطعه بقطعه كده من الجلاش، او ورقه بورقه من الجلاش، وابتديت ان انا اطبقها زي المنديل 4/4. واحط منها من الميكس اللي احنا عملناه دلوقتي بتاع القشطه دوت معلقه، واحط كمان قطعتين من السوداني. حابه تحطي اي مكسرات تانية، دي حاجه حسب رغبتك. ابتديت ان انا المها على بعض كده زي ما انتي شايفه، شكل عشوائي جدا، بس طلعت شكلها في الاخر تحفه ومقرمشه كده وحلوه قوي. انا مش بعمل اي حاجه صعبه، زي ما انتي شايفه جبت ورقه بورقه، وابتديت ان انا اطبقها زي المنديل، وافرد عليها السمنه. بعد كده احط شويه من الميكس اللي احنا عملناه على النار بتاع القشطه، واحط سوداني. انتي بقى عندك عين جمل، عندك مكسرات تانية حابة تحطيها، مفيش مشكلة، حطي اللي انتي بتحبيه وحطي اللي انتي عايزاه والمتوفر عندك. وكمان ممكن القشطة اللي احنا عملناها على النار ديت تستبدليها بكاستر لو عندك كاستر. ابتديت بقى اقفلها. بصي بتاخدي كده طرف طرف من الورقة وتقفليه، وبعد كده تاخدي بقية الطروف اللي بتبقى باقية وتقفليها، بس حاولي تقفليها كويس وتدهنيها سمنة. ودلوقتي بقى انا دهنتها بالسمنة. طبعا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة متوسطة، ومشغلة كمان مع المروحة، وما كنتش مشغلة الشواية عشان الشواية ممكن تحرقهولك من فوق وميبقاش استوى. وهدخله كده في الفرن يعني حوالي من 10 ل 12 دقيقة، بكتير أوي 15 دقيقة لو انتي الفرن بتاعك يعني ضعيف قوي. بس تفضلي تبصي عليها كل شويه وتقلبي الصينيه كده يمين وشمال، يعني تخلي اللي ورا قدام واللي قدام ورا، بحيث ان الحراره تتوزع كويس جدا. طلعت معانا بقى بالشكل الحلو دوت، وانا بطلع الصينيه اتخبطت مني من فوق عشان كده تحسوا ان فيها فرافيت. وما تقلقوش هي كده مش غامقه، انا بحب لونها يكون كده عشان معروف ان الجلاش بعد ما بيطلع من الفرن بيفتح درجتين عن ما بيطلع على طول. بص بقى الشربات بتاعي تقيل وسميك ازاي. اللي ما بيحبوش بالتقل الجامد قوي دوت، وعايز كده الشربات يطري شويه مع الجلاش،
يخففوا عن كده زي ما قلنا، يعني بيسيبوا بس على النار اقل حاجات بسيطة، دقيقة او نص دقيقتين. بعد كده ابتديت ان انا احط بقى الشربات عليه عشان انا بحبه مقرمش. بالطريقة اللي انتي شايفاها ديت بنوزع كده الشربات وبس كده. انا خلصت حاجة بسيطة جدا وجميلة جدا وشيك وشكله يشرف جدا جدا في العزومات، وشكله حلو. حتى لو انتي حسيتي ان هو احمر منك سنة من فوق ممكن تكسري كده شوية الحتت اللي احمرت بزيادة، بس اهم حاجة تتأكدي ان هو احمر من تحت كمان. وبألف هنا وشفا. ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة، احنا في شهر الخير، كل سنة وانتوا طيبين. اعمليها هتدعيلي احسن بكتير بقى ما تقعدي تفرديها في صينية وتقعدي تورقي وتبقى بشكل التقليدي. لا، دي شكلها حلو قوي وشيك في التقديم. وشكرا على حسن متابعتك.